اللي هيضرب فاسه في الارض هدفنه فيها. اعمل فيه ايه ده؟ عايز نصيحتي يا سي عم جيد، اوعى تستفزه واوعى تعمل تصرفات تندم عليها. يعني ايه ده؟ انا في ايده سلاح والسلاح يطول. انت وهو سيبوا الفؤوس وامشوا من هنا. نعمت، انا مقدر مشاعرك ومقدر حقك في الغضب، بس برضه ما كنتش متوقع منك كده، لاني دايما منتظر منك التسامح. تجرحني ومستني مني اسامح، تفاجئني انك طلقتني وتعرف عليا واحدة تانية واسمع انك اتجوزتها وتقولي اسامح. نعمت، اذا كنت انا غلطان فانا برضه ما بعفيكيش من الغلط، لان انت اللي مهدت الظروف علشان الشر يدخل بينا. ياما قلت لك اهتمي بيا كتير، قلت لك خليكي معايا، خليكي دايما جنبي، لاني محتاج لك، وعشان كده انا اخترتك انت بالذات. محتاج لابتسامتك في الصبحيه وطلة وشك قبل ما انام. هو انا الارض اللي كنت مشغولة بيها دي كانت عشان مين؟ ما هي عشانك. كان نفسي اهديك بهدية تعرف قيمتي بيها. انت قيمتك عندي مش في انك تهديني، انت قيمتك في شخصك. شخصي ايه يا سي محمود؟ انا ضعيفة وقلت لك كده في الاول، بدليل ان اول شوية رياح بعتروا حياتنا. اللي بعتر حياتنا لفك ودورانك. لف ودوراني لما داري على اهلي، ما هو عشان اشرفك. والحمد لله، تعالى شوفهم دلوقتي شكلهم ايه. لما اخدوا فرصة بقوا بني ادمين كلهم خير، شالوا الهم كله وصابرين، كافحوا معايا لغاية ما خطينا كل الصعاب. بعد ما كانوا افواه بتاكل بقوا قوة بتدي وبتنتج بني ادمين بحق وحقيقي، مش ناس متزوقين وجواهم مليان شر. بعد كده انت عايزة تمشي؟ طب ليه تحرميهم من ثمرة عرقهم؟ دلوقتي ما بقتش خايفة عليهم، عارفة انهم في اي حتة وفي اي مكان هيبقوا قوة لها قيمتها كمان. نعمت، ويهون عليك تمشي وتسيبيني. ما ادهان عليك تعمل فيا اللي عملته. احنا محتاجين لبعض. انت مش محتاج لي يا سي محمود، انا فين وانت فين؟ هنرجع تاني نقول الكلام ده؟ التجربة اللي فتنا فيها كانت اكبر دليل على كده. ده اللي حصل يا نعمت، انا منكرش ان كان في فجوة بيني وبينك. اديك اعترفت بنفسك ان فيه فجوة. ايوه، بس الفجوة دي مصطنعة، ما خلقهاش ربنا، تعقيدات المجتمع هي اللي اوجدتها. انا مش قد التعقيدات دي بقى يا سي محمود. احنا دوسنا على التعقيدات دي وهنتخطاها. المهم في البني ادم روحه ومسلكه، وانا ما زلت مقتنع رغم كل الظروف انك اعظم ست شفتها في حياتي. ده كلام، بتضحك على نفسك عشان تثبت انك ما كنتش غلطان. لو الناس سابونا في حالنا كنا نجحنا. اهو ما سابوناش ومش هيسيبونا ابدا، عشان الناس بالناس ممكن بقى كل شوية يهدونا. ما تديهمش الفرصة. هو انا اللي اديتهم؟ انت بعدتي عني. ما عرفتش اندمج معاهم. الاندماج مش بالسهرات يا نعمت، ولا بالكلمتين الفرنساوي، ولا بالمزيكا الفرنجي. الاندماج انك تكوني معايا، هفرضك عليهم وهيقبلوكي. دماغي ما تقدرش تساعدك كله. قال يقبلوني، ده انا اللي مش قابلاهم. هو لو كل واحدة منهم دورت كده على جدودها هيطلعوا مين يعني؟ اللي تقدر تعمل اللي عملتيه كله ده يا نعمت تبقى دي قشور بالنسبة لها. نعمت ارجوكي بلاش تضيعي حياتنا. انا ما ضيعتش حاجة، انت اللي بعتلي ورقتي في البوسطة. انا اسف. وعرفت عليا واحدة تانية. ما انا ما حبيتهاش دي. كنت ماسك ايديها وانت ماشي في المطار. انا مش هقعد. طب مانيش قاعدة. نعمة تعالي. وحياة النبي انا قاعدة. طيب بس نعمت بلاش انا اكون موجود هنا، خليك انت في المزرعة، خليكي في الارض بتاعتك. الارض ما تسعنيش انا والظلم، انا كنت كل شوية بنطرد منها. نعمت لازم انت. لا نعمت ولا غيره، كويس انك جيت عشان تستلم حاجتك. انا مش جاي استلم حاجة، انا جاي لك انت. ما تلمسنيش عن اذنك. يا خالتي انت هنا والدنيا مقلوبه. ايه اللي حصل؟ النشرتي واقف لنا بالبندقيه ومش مخلي ابويا والرجاله يوصلوا للقنايه، مع ان فاضل نص متر على الميه. هيبوظ لنا الدنيا على نص متر. هو فين؟ انا رايحه. خليك انت يا نعمت. انا خليني ازاي هروح؟ خليك انت يا نعمت. تعالى ارفعي. اخليني ازاي انا اللي خليك انت. اللي هيقرب هتخ في المليان. يعني ايه اللي بتعمله ده يا نشرتي؟ اهلا، انت كنت فين؟ يعني ايه تمنعه؟ ايه شغل عافيه اذا كان على عافيه. استنى بس يا عم جيد. حاضر يا بيه. التصرف ده قانوني ولا مش قانوني؟ ارضي. مش حكايه ارضك. ايه شغل غابه؟ احنا ما نقبلش حد يلوي دراعنا. هات الفاس يا عم جيد. حاضر. انا اللي هحفر بايدي لما اشوف ان نشرتي بيه هيعمل ايه. بلاش يا محمود. النادي ضرب في البيت. الحقوني بالاسعاف. تعال هنا، انت مستوي اللي في ايدك دي؟ طب هات انا هشرحها
البوليس لأي حتت. عبد المجيد هيموت فينك الراجل يا عبد المجيد فين؟ رد عليا سلامتك، يا ريتها جت فيا انا يا محمود. انا ماليش غيرك في الدنيا يا سي محمود، رد عليا يا سي محمود. يعني كان لازم انضرب رصاصه في كتفي عشان تصالحيني يا نعمت؟ بعد الشر عليك، كانت رصاصه في قلبه. ده انا ما اقدرش استغنى عن التراب اللي بتمشي عليه يا سي محمود.